اهلا يا برج الجوزاء، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل قرايه مختلفه. القرايه دي عباره عن ان احنا هنشوف ايه الشعور اللي بتعاني منه في الفتره الحاليه، وايه الذكر اللي احنا نقعد نقوله عشان نطهر من الشعور ده. وطبعا والله اعلم، كلها دي بتبقى اجتهادات يعني. المهم يعني، فاحنا هنقسمها لثلاث عشريات عشان الطاقه تبقى مقننه شويه او قليله او تاخد عدد اكتر من الناس. فيلا بينا. العشرية الأولى لبرج الجوزاء، ايه الحاجة الشعور اللي بيعاني منه في الوقت الحالي، ايه الذكر اللي هم يقولوه. بصي يا برج الجوزاء، انت حاسس بهموم، حاسس بكرب، حاسس ان انت حالك مش بيتحسن خصوصا ماديا. ممكن تكون حاسس ان الفلوس بتجيلك بالعافية او بالتيلة يعني. حاسس ان انت على طول محتاج ان تزود من دخلك، وعايز تجتذب، والكل اللي بتفكر فيه اكتر حاجة اجتذاب الوفرة والخير. بص يا برج الجوزاء، هو واضح ان انت عندك اوريدي خير ووفرة بس انت مش شايفها، انت محتاج تبص عليها شوية. دي اول حاجة. ومحتاج تمتن للحاجات اللي عندك، دايما تشكر ربنا وتحمده ان بالحاجات الحلوة اللي عندك كلها. وكل ما تحس انك مهموم تعمل انك تبص للحاجات اللي ايه عندك. ربنا مديني صحة، مديني اعضاء مثلا شغالة بشكل ديناميكي جدا، وانا ماليش دخل فيه ومخليني عايش وبمشي وبروح وباجي وبصحتي. في فلوس بتجيلي، مش الدنيا مقطوعة خالص، وهكذا. أهلي موجودين، أمي وهكذا يعني. بتبص على كل الحاجات وعشان تزود عشان تزود الوفرة، بتحط النية انك عايز تزود الوفرة بتاعتك، وان او تزيل الهموم والكرب، وهتقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ده تقوله كتير قوي بعد كل صلاة 100 مرة، مش هياخدوا منك دقيقة يا برج الجوزاء. وده هيغير حالك للأحسن والله أعلم. ماشي، يلا تعالوا نشوف العشرية التانية. ايه الشعور اللي بصي يا برج الجوزاء العشرية التانية، انت واضح ان انت بتعاني من ان انت عندك طاقة ذكورية قوية جدا. بالنسبة للولاد ممكن تكون طاقة ذكورية سامة، اللي هي شادو. مش هنقول ان هي سامة قوي، بس اللي هي شادو، اللي هي السيطرة، التحكم، عند، ممكن يكون في كبر شوية او غرور سنة. بس الاهم حاجة السيطرة، تحكم، عدم امان. عدم امان تعرفوا ازاي؟ بيبقى عندك مشكلة في اكتساب الوفرة واكتساب العلاقات الكويسة، وممكن تكون الاموال رايحة ups and downs عندك، طالعة نازلة، مش بتكتسبها بتاع وقعت بشكل صح. اوكي. عندك جروح الاب، ممكن جروح الاب دي بتعاني منها، بتبقى جذب اللي هو الطرف التاني غير متاح عاطفيا، جذب المتلاعبين والنرجسيين، انجذاب لرجال اكبر منك سنا، من 15 ل 25 سنة مثلا، او اكبر منك سنة، او عنده نضوج زيادة عن اللزوم. الانجذاب لاصحاب المناصب والنفوذ. تأخير الارتباط للناس اللي لسه مرتبطوش. ضعف في الاستقبال او الخير. طاقة مبادرة تجاه الرجل، دايما انت اللي بتبادر يا برج الجوزاء تجاه الرجالة، بالذات البنات اللي هي دايما بتبادر، هي اللي بتحاول تصلح. مشاكل في الوظيفة، مشاكل في الأموال، مشاكل في الهرمونات، سواء تكيس مبايض أو مشاكل في الخصوبة، أو عموما يعني مشاكل في الهرمونات والسمنة الزائدة.
هو مش لازم تكون بتعاني من كل دوت، بس في حاجات معينة انت هتبقى عارف انك بتعاني منها. اهم حاجة فيهم ان انت عندك طاقة ذكورية قوية، وكمان ما بتشغلش المشاعر او التواصل مع قلبك خالص يا برج الجوزاء. دايما كل حاجة بتحسبها بعقلك بس. ف... فده معناه ان انت عندك شك في نفسك وشك في الاخرين، عندك غموض، حاسس ان كل الناس بتكذب عليك. ممكن تكون بتجتذب الناس الكدابة برضو، وانت كمان حتى لو كذب ابيض انت كمان ممكن تكون بتكذب برضو، حتى لو كذب ابيض يعني ده بيتحسب. اهم حاجة ان انت بتعمل ده بدافع انك شاكك في الناس، ان انت حاسس بغموض، حاسس ان هم هيخدعوك، حاسس دايما ان هم هيخونوك، حاسس ان في حاجة مش مفهومة وفي حاجة غامضة، مش عارف تعبر عن نفسك بشكل صح. وهكذا. فالذكر اللي هيطهر ده كله، وتحط النية على ان انت اطهر من المشاكل دي او الشكوك والغموض و... والخيانة وعدم القدرة على التعبير على الذات، اللي هو الله الحي. هتقولها 100 مرة بعد كل صلاة، الله الحي. وبالنسبة لعدم الأمان، ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر لا إله إلا الله دايما بيفكرنا ان ربنا هو ملجأنا، هو أملنا، هو المفروض نلجأ له في كل حاجة، وان مجرد هو بيسخر الناس حوالينا عشان يعملوا لنا اللي احنا محتاجينه، ف عشان نوصل للي احنا عايزينه. فهو ربنا هو الواحد الأحد، فاهمني؟ فهو ده اللي انت محتاج تشتغل عليه يا برج الجوزاء للعشرية التانية. تعالوا نشوف يلا العشرية التالتة برج الجوزاء. ايه الحاجة الشعور بتعمل بص، واضح يا برج الجوزاء العشرية التالتة انك منعزل، ممكن يكون بسبب زعل، بسبب ان انت خلاص بقيت مش قادر تتكلم مع حد، مش قادر تتجاوب مع حد، مش قادر ان انت تنزل مع صحابك وتتبسط وتفرح فانت في حالة انعزال، بتفكر، بتحاول تتشافى، بتفكر ان في حياتك. انت من نوع ممكن ان انت ما بتعرفش نور الحقيقة، او تشوف انت رايح فين وجاي منين، او تعمل ايه في موقف معين او مع شخص معين غير لما بتنعزل. فانت بتحاول تتشافى، وممكن تكون حاسس بالهزيمة شوية يا برج الجوزاء. فالذكر اللي هيساعدك انك تطلع من الحالة دي: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو دي الذكرين اللي هيطلعوك من الحالة دي، وقولهم 100 مرة بعد كل صلاة. تذكرهم بس، تحط النية وتحس بالحاجة وانت بتقولها، مش انك مجرد بتردد وخلاص. جربوها كده لمدة اسبوع وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وهل نستمر في القراية دي ونعملها كل اسبوع ولا ايه؟ ماشي يا برج الجوزاء، يلا باي.